مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم معانا جولة جديدة وأخبار القاهرة، قراءة سريعة في أهم عناوين صحف السبت. يمكن الأخبار الهامة والحيوية والمحورية حاليا هو الخبر طبعا الأحداث في فلسطين، ولا صوت يعلو فوق صوت فلسطين. والجمعة الغضب ما زالت مستمرة، النهاردة الجمعة الثانية، والأحداث مشتعلة في فلسطين ومشتعلة في الوطن العربي والإسلامي بشكل كبير. أيضا عودة السياحة الروسية إلى مصر وما ليها من إيجابيات ستعمل على تنشيط السياحة في أماكن حيوية وهامة، وبتعتبر مصدر دخل بالنسبة لنا احنا هنا في مصر. نتكلم عن الغردقة والرحلات المباشرة، واللي هتعتبر يعني إضافة لمجال السياحة اللي توقف لسنوات. موضوعات عديدة هنناقشها مع كاتبنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد يوسف العزيزي. برحب بحضرتك معايا. و يعني عودة السياحة الروسية إلى مصر بكل تأكيد له مردود إيجابي على قطاع السياحة وعلى العاملين في قطاع السياحة في مصر، وخطوة طال انتظارها. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحييك مرة تانية عشان ما شفتكش بقى لفترة. اهلا بيك. البروتوكول اللي تم توقيعه النهارده بين وزير الطيران المصري في موسكو وبين وزير النقل الروسي كان عشان بدء عودة رحلات الطيران. وبالمناسبة هي السياحة الروسية ما كانتش ممنوعة كالسياحة. نعم. اللي كان واقف المسألة هو الطيران المباشر، لان السياح الروس مش هيجوا لنا بسيارات، يعني مش ما فيش طريق. لو ما كانوا بينزلوا تركيا وبياخدوا من تركيا الى يعني القاهره، انما هو كان في عناء بالنسبه لهم برضه. صح طبعا. يعني المساله بتبقى بالنسبه لهم مكلفه شويه. انما هو اللي حصل النهارده هو عوده خطوط طيران بعد سنتين من التوقف بعد حادث الطائره المؤسف اللي حصل فوق سيناء. وخليني برضه اقول كلمه مهمه قوي. لما يحصل لدوله حادث بهذا الحجم ويسقط من رعاياها مثلا 220 قتيل في حادث ليه علاقة بالطيران وكده، لازم يحصل حالة من حالات التوقف. نعم. مش عايزين نحمل المسائل كل شيء، بمعنى ان احنا نقول ادي بقى روسيا والشريك الروسي اللي مانع عننا موقف الدنيا ومش عايز يرجع، والناس ده كلام. الناس دي برضو اهالي الضحايا ده كلام انا شايفه بيبقى كلام عاطفي اكتر منه كلام موضوعي. ليه؟ لان القياده في روسيا عليها ضغط من اهالي الضحايا. نعم. انتوا عملتوا لنا ايه؟ المساله دي ازاي؟ خصوصا ان معظم حوادث الطيران في الاخر ما بتلاقيش، يعني ما بقاش فيها فاعل محدد ولا بتتكشف ولا بتتعرف، ما تعرفش توصل كلها ما بتقدرش توصل لحقيقه ثابته وحقيقيه. حتى لو في بعض الحالات بعد سنوات طويله طبعا يعني. بعد سنوات طويله لما يتم الكلام ده. انما انت بتتكلم بقى في حدوته في منطقه يعني مأزومه. السياحه بالنسبه لمصر كانت رافد مهم من روافد أكيد. العمله. أكيد. بتشغل آلاف الاسر وان ما كانش ملايين. لما تتوقف بشكل مش كان من الروس بس، لا، من كل دول العالم بعد احداث 30 يونيو والضربه والكلام اللي حصل ده. انما خلينا نقول ان توقيع الاتفاق تم، وقلنا اكتر من مره ان كل التاخير ده كان عشان فكره ترتيب ملفات امنيه ونشوف تامين المطارات والكلام ده. والكلام ده على فكره يعني ما يزعلش، لان ده مفيد لينا. الكلام ده مهم لينا احنا، اكيد مهم لينا ولسمعه مصر ومطارات مصر والكلام ده ولكل السياحه اللي بتيجي، ثم انه تامين للبشريه كلها بالظبط كده يعني. ففكره انها اتاخرت الحمد لله. هو في اللقاء وقلنا كمان ان الكلام ده مش هيحله غير القيادات العليا في البلدين، والكلام ده تم مناقشته في زياره بوتين الاخيره تقريبا في النص ساعه الاخيره منها. يعني اتفتح الموضوع، طيب ايه بقى اللي معطل المساله الحكايه؟ بوتين طبعا سمع من المسؤولين اللي عنده ايه اهم التقارير اخرها، فقالوا له كل شيء تمام على الاقل بالنسبه لمطار القاهره وباقي المطارات اللي بتنزل. فتم الاتفاق على بدء تسيير الرحلات الجويه الطيران المدني من موسكو الى القاهره والعكس في مطار القاهره.
المطارات اللي هي المقاصد السياحيه زي شرم الشيخ والغردقه هيتم فتحها في اول ابريل. ليه؟ لان هي بتبقى مرتبطه بالطيران الشارتر، والطيران الشارتر اصله فيه بيبقى بالنسبه لمصر للطيران لازم يبقى فيه حاله تفاهم. ليه؟ لان ده بيأثر على الشركه الوطنيه المصريه، هي ليها اسعار ولها محطات بتجيب منها ركاب وبترجع. الطيران الشارتر طياره بتيجي مباشره من المكان الى المقصد السياحي، ممكن ترجع فاضيه، نعم. فالتكلفه بتاعتها بتبقى مختلفه ونظامها بيبقى مختلف. والحقيقه احنا مصر للطيران عندنا باعتبارنا شركه وطنيه مهمه، فلازم تبقى ليها راي في القصه ديت وتتكلم فيها. يمكن هتتاخر لشهر 4 لحد ما يتم التباحث كمان. الطيران النقل التجاري، الطيران التجاري برضه هيتبحث في شهر 4. ليه؟ يتاكد تماما من الخطوط الجويه اللي بتبقى فوق سيناء، فوق يعني المساله برضو باعتبار ان احنا كمان عندنا وعد قاله الرئيس السيسي لرئيس الاركان، قال له انا عايز الحدوته بتاعت سيناء يعني تنتهي في ال3 شهور. واحنا طبعا انا متاكد ان في شغل جامد قوي بيحصل في المنطقه، على اساس ان على الاقل يبقى انت عندك تامين بنسبه كافيه لاي طيران مدني يمشي فوق سيناء عشان ينزل من شرم الشيخ او الاخر يعني. فديت في الاخر هي خطوه موفقه. عودة السياحة كمان لما تتعمل، لما يتقال الكلام ده برضو بيدي فرصة أكتر. وخلي بالك في الفترة ديت الكريسماس والكلام ده تقريبا يعني الحمد لله في فنادق في الغردقة وفي شرم الشيخ وفي بعض المقاصد اللي هي في الجنوب كاملة العدد. نسبة الإشغال وصل 75%، وده الكلام اللي بيقوله خبراء السياحة وأصحاب الفنادق. فده شيء مبشر وشيء كويس. واللي بيجي لنا سياحه المانيه وسياحه من اوروبا الشرقيه يعني ومن اوكرانيا ومن غيره، فده برضو مؤشرات جيده وبتحفز السياحه الصينيه بدات طبعا. وكمان الخطوط الجويه بين مصر واليابان وبين مصر والصين بدات تبقى في خطوط عشان تنقل السياحه من هناك. فخلينا نقول ان ده يعني خبر مبشر وخبر كويس انتظرناه طويلا. انما عايزين نقول ان كل دوله بتراعي ظروفها، وكل دولة بتبقى عندها حساسية فيما يتعلق بالتحديد في مسائل الموت والحوادث، فيبقى عذرا ناخد المسألة بالراحة. وفي الآخر احنا عملنا جهد في مطاراتنا، أمنا مطاراتنا، عملنا سمعة طيبة، يعني ده شيء بالنسبة لنا احنا مهم أكتر من ما يبقى مهم بالنسبة لغيرنا. وأيضا بالنسبة للجانب الروسي اللي يمكن البعض ما يعرفوش كتير، ان الروس مستثمرين هنا في مجال السياحة خاصة في الغردقة، يعني نسبة كبيرة جدا من الروس ليهم. ده في صلاة نسب كمان. لا ده يعني حصل حصل طبعًا في الآونة الأخيرة طبعًا والسنوات الأخيرة. فبكل تأكيد خطوة إيجابية في طريق عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية. موضوع القدس وجمعة الغضب الثانية، والموضوع بكل تأكيد بيمس كل الأحرار في العالم من مسلمين ومسيحيين. القدس ستظل في قلوب كل مواطن عربي وكل مواطن مسلم وكل مواطن مسيحي، لما لها من أهمية دينية يمكن عند الأديان كلها بما فيهم الديانة اليهودية. صحيح. ولكن الخطوة الأخيرة اللي اتخذها ترامب، واللي أنا من وجهة نظري استطاعت إن هي تضع القدس في مكانها الطبيعي أمام شعوب العالم. ولكن هل ممكن الواحد يفرط في التفاؤل ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تتراجع عن هذا القرار؟ ثم أهمية هذا القرار إيه، خاصة بأن البعض بيرى بأن أعطى من لا يملك حقا لمن يستحق. فيعني شوف هقول لك على حاجة بس يعني بالراحة كده. هو احنا متفاجئين ليه؟ يعني احنا متفاجئين ان ترامب طلع قال القدس عاصمة لإسرائيل وانا هنقل السفارة بتاعتي فيه. الكلام ده بيتقال من سنة 99. لم يجرؤ رئيس من الرؤساء انه يطرحه لان ديت قضية تعتبر قضية شائقة. انما وان احنا مع رئيس كل قراراته غير متوقعة فممكن تسمع الكلام ده. انما لما هو يقول احنا بنعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو ترامب او الولايات المتحدة الامريكية كانت انكرت ان القدس ديت تحت الاحتلال؟ لا. انكرت ان ديت ارض مغتصبة؟
لا ما بتنكرش الكلام ده بتقول حق. انكرت بناء المستوطنات اللي عماله تتم على قدم وساق عشان لا. تاكل المنطقه كلها، تاكل لا. القدس كلها. لا. القدس الغربيه من ساعه الاحتلال وهي تحت الاداره الاسرائيليه. القدس الشرقيه بعد اوسلو وبعد الكلام ده بقت تبع ما يسمى بالدوله الفلسطينيه. والحقيقه لحد دلوقتي برضو الواحد برضو مندهش حتى من اصحاب القضيه انفسهم. خلينا نتكلم بقى بموضوعيه شويه. يعني العاطفه خلتنا يتقال علينا ان احنا ظاهره صوتيه، بنتكلم بس ومفيش فعل. والحقيقه النظام الرسمي العربي من فتره طويله جدا وهو ظاهره صوتيه. دلوقتي بقى ظاهره حتى من غير صوت. وده عمله ليه؟ لانه بقى هو عايش في واقع مؤلم وبائس، هو صنعه جزء منه بايديه. لان انت على طول الوقت معاك مقومات ومعاك اوراق ما انتش عارف تلعب بيها ولا عارف تستخدمها ولا عارف تناور بيها، في حين ان دول صغيره قد كده زي كوريا الشماليه مثلا بتلاعب الشيطان الاعظم، بتعمل كل حاجه. ايران برضو قعدت فتره طويله تلاعب بالاوراق بتاعتها لحد ما اجبرت اوروبا وامريكا على انها تعمل اتفاق ودخلت النادي النووي واصبحت من الكبار بالظبط كده. حتى وان لم يكن بشكل رسمي، انما هي خلاص وصلت للخطوه اللي تقدر تعمل معاها السلاح النووي، وهو الامريكان عارفين كده والاوروبيين عارفين كده. وبالتالي المساله بقت بينها وبينهم سيب ونسيب. يعني بس سيب ونسيب على حساب مين؟ على حساب الدول العربيه الغلبانه اللي مش عندها، لا بتاخذ باسباب علم ولا بتاخذ باسباب تقدم ولا عندها ثروه طائله وعندها خبرات جيده بتصول وتجول في العالم وعندها موقع محترم وعندها كل حاجه، بس للاسف بتهدر كل الاشياء ديت في سبيل ان هي يا اما يبقوا قاعدين في السلطه يا اما يبقوا عايزين ما يسمى بالاستقرار، والاستقرار ده موت. لما تقول على حي شيء مستقر معناها ان هو لا يتطور ولا يتقدم، حاله موت يعني حاله يعني كمون. فانت بتتكلم عن قضيه بقالها 70 سنه، القضيه الفلسطينيه، واحنا جينا في فتره من الفترات سمحنا ان المصطلح ده حتى يتغير. زمان كان بيتقال عليه الصراع العربي الاسرائيلي. الصراع العربي الاسرائيلي. دلوقتي بقت المشكله الفلسطينيه الاسرائيليه. وبعدين جت فتره من الفترات بقت مشكله اسرائيل وقطاع غزه. وبعدين فتره من الفترات اسرائيل والضفه. يعني المساله عماله يتم اختزالها وعماله تتقلص واحنا قاعدين وكاننا مش شايفين حتى اهميتها بالنسبه لنا. جت في فتره من بدايات الربيع العبري او اللي حصل، فالقضيه تراجعت تماما. وده كان بالمناسبه من ضمن المقصود طبعا. يعني اوعى تتصور ان اللي حصل في المنطقه ديت بعيدا عن اسرائيل، لا ولا بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه، لا، وده النتيجه ده بيجنوا هم ثمار احد ادوات بالظبط. فلما اقول لك بقى در التاج الحدوته ايه، در التاج الربيع العبري ان يطلع ترامب في غفله كده وفي وقت كل حاجه مسروقه منك وانت عندك حاله توهان شديده، ويقول لك التصريح الخطير اللي قاله ده. هو ترامب عنده مشكله اساسا في الولايات المتحده الامريكيه، يعني عنده مشكله في الرئاسه بتاعته، وعنده مشكله في اعوانه اللي عمالين يتهموا واللي عمالين يخرجوا من دايرته، عنده مشكله في معاونينه اللي عمال يغيرهم كل شويه، عنده مشكله في اشياء كثيره جدا ممكن تتفجر عنده. انت معروف وقاعده كده معروف، لما يبقى عندك عدو خارجي او انت تخلق عدو خارجي قدامك، فانت الى حد ما بتجمع الشعب اللي عندك عشان يتوحد وراك في الازمه دي. والامريكان في فكره السياسه الخارجيه لما يتقال لهم ان مصالح الولايات المتحده الامريكيه مهدده بالخطر، زي ما قال مثلا ان العراق بتهدد الولايات المتحده، شوف الاف الكيلومترات بتهدد الولايات المتحده، افغانستان بتهدد الولايات المتحده. فلما يتقال الكلام ده عند المجتمع الامريكي اللي هو في نسبه كبيره منه ما تعرفش على وجه التحديد والدقه ايه اللي بيحصل في المنطقه ديت، فلازم يحصل لهم حاله ايه، يعني يقولوا طب خلاص احنا موافقين نعمل اللي انت عايزه. في المقابل هو بيعمل ايه؟ كل شغل ترامب دلوقتي يعمل ايه؟ عمال يجيب فلوس من هنا فلوس من هنا ويضغط على ده ويضخ في الاقتصاد الامريكي ويشغل المصانع ويعمل كل الكلام ده، فده بيرجع مباشرة على المواطن الأمريكي، فيقول يلا الراجل ده ناجح 100 ويبقوا بالنسبة له باكنج في أي صراع على مستوى السياسة، على مستوى الكونجرس، على مستوى أي مستوى من المستويات دوائر السياسة هناك، حتى بما فيها اللوبيات وضغط رجال الأعمال. فهي لعبة، بس احنا للأسف بيتحط لنا الطعم كل مره وكل مره بناكله باعتبار ان احنا مش واخدين بالنا ان دي سناره. طيب يعني الوضع العربي والحال العربي
وانت شايف الدول العربية اللي كانت تخشاها إسرائيل وكان يخشاها المجتمع أو الحكومة الأمريكية ما هي في اتكسرت، سنوات، ما هي اتكسرت اتدغدغت. بدأت من العراق. اه اللي هو كان مين اللي بيقول ان انا هضرب صاروخ سكود على تل ابيب، وفعلا كان عملها مره. ضرب صاروخ صحيح، ما عملش حاجه، انما مقابل الصاروخ ده اسرائيل خدت 3 مليار دولار من الولايات المتحده الامريكيه. يعني شوف اللعبه ماشيه ازاي. فانت كان عندك دول قويه واقفه على رجليها وعندها جيوش، فقررت اسرائيل وامريكا انها تتخلص المساله. دايما انا بقول دايما اسرائيل عايزه تعيش في دول الطرق النظيفه، طيب. قاعده في المكان الهادي الجميل. مدى تأثير دون على الصراع العربي الإسرائيلي؟ ونرجع نضعه في المسمى الحقيقي بتاعه، الصراع العربي الإسرائيلي، واللي مصر من زمان وهي اللي تتزعم هذا الصراع. صحيح. وهي اللي دفعت من أبنائها تجاه هذا الصراع آلاف الشهداء. شوف يا طارق، قضية الكيان الصهيوني وقضية فلسطين هي قضية محورية بالنسبة للمصريين، بصرف النظر عن تعاطفك مع اللي موجودين في غزة أو عدم تعاطفك. أنت بتتكلم عن دولة، وبتتكلم عن كيان، وبتتكلم عن أمن قومي مهم بالنسبة لك. انت تمام. طول عمرك ديت بوابه بتاعتك فلسطين، وطول عمر بيجي لمصر اعدائها من المنطقه من هناك، من السكه دي. هو الشارع اللي هناك ده بتيجي منه كل الغزوات، وكل التركي والمغولي كله كان بيجي لك من هناك. نعم. وبالتالي انت بالنسبه لك الجبهه ديت جبهه مهمه جدا، فانت لازم تحافظ على استقرارها وتحاول تحل المشكله بتاعتها. القضيه الفلسطينيه هتتحل عندما مش تدرك مصر مدركه الكلام ده، انما يدرك العرب جميعا ان القضيه هي مش محدش هيحلها غير العرب انفسهم. لان انت مش هتروح اللي صنع لك المشكله، واللي جاب لك اليهود، واللي صنع لك الدوله، واللي واقف جنبها في كل القارات، وتقول له تعالى حللي، واللي بترفض كل حاجه وتقول له تعالى حللي. اللي صنع المشكله مش هو اللي هيحلها. انت عندك أمة عربيه فيها زياده عن 300 مليون عربي موجودين، يقدروا يضغطوا بشكل كامل. بس هي للأسف انت عندك اهم دول موجودة في المنطقة كانت جنب منك مش موجودة دلوقتي. يعني دول بتحاول يعني تجمع اشلاءها، بتلملم اشلاءها. بتتكلم عن العراق وسوريا، وليبيا واليمن كل الكلام ده ما هو رقم. دول كلهم ارقام في المعادله. وده اللي كانوا في المعادله بكل بالزبط. تاكيد. فتخرج من حتى من الدائره العربيه. طب خلينا نقول الدائره العربيه باعتبار ان فلسطين دوله عربيه. طب نتكلم بقى عن منظمه المؤتمر الاسلامي. الدول الاسلاميه اللي هم 57 دوله. شفت ازاي اجتماع تركيا زي اجتماع جامعه الدول العربيه بالظبط. ظاهره صوتيه برضه. يعني ايه اللي حصل؟ لا ولا يعني قول لي 57 دوله فيهم دول عظمى. يعني فيهم دول كبيرة. نعم. وفيهم دول نووية، باكستان. نعم. واخد بالك؟ وفيها دول عدد سكانها بيتخطى يعني مئات الملايين. طب عملوا ايه؟ راحوا وقعدوا، لان المسؤول عن المؤتمر دلوقتي انا يعني اراجوس اردوغان. تقدر تثق في كلامه؟ ولا تقدر تثق هو بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجة. انما هي القضية لما يبقى 57 دولة، اللي يحضر 48 فيروح 16 رئيس من ال 48، وال 32 دولة الباقيين يبقى التمثيل بتاعهم أعلى حاجة مثلا وزير خارجية. أنت عايز دول يخوفوا حد؟ لا. أنت عايز التمثيل ده والشكل ده يقول للأمريكان أو الغرب إحنا عندنا أوراق نقدر نستخدمها ونضغط عليها؟ طب سؤال المطروح، هل الضغط الشعبي مش هيقدر يحرك الضغط الشعبي؟ كل اللي بيعمله انه بيحرج صاحب القرار في الدولة بس. انما صاحب القرار في ايده ايه؟ في ايده اوراق كتير قوي. في ايده اوراق اقتصادية، في ايده اوراق بترول، في ايده اوراق صناديق استثمارية سيادية بتشغل البلاد ديت وبتشغل مصانعها واستثمارات موجودة هناك. طب احنا نقدر يعني فضيحة. لا يعني احنا كعرب تقدر. شوف يعني ازاي يعني احنا كعرب نقدر ناخد هذا القرار؟ تقدر تاخد القرار ده، لان الاقتصاد ملوش علاقة بالسياسة شوية. يعني الاقتصاد ده عالم اخر، عالم لوحده. يعني تقدر مثلا لو انت عندك استثمارات موجودة هناك مثلا في دولة ما بتضغط عليها، تهدد انك هتبيع استثماراتك ديت لأي دولة تانية. من حقك، محدش يقدر يقول لك لا. من حقك تضغط في اشياء كثيره جدا. من حقك تبطل شويه
تعتمد عليه في كل حاجه بيبعتها لك. من حقك تقفل على نفسك شويه وتشغل نفسك وتشغل فلوسك. من حقك تجيب جزء من الفلوس اللي مهدره ديت وتشغل بيها الشعب العربي اللي عنده بطاله وعنده تخلف وعنده مش عارف ايه، تجود تعليم. ده القضيه مش هتتحل غير بادواتها يا طارق. يعني ادوات حل القضيه ايه؟ انك تبقى متعلم، انك تبقى قوي، ان يبقى عندك اقتصاد، انك تقدر لما يبقى عندك اقتصاد قوي فتبقى سياستك قويه، لان السياسه بتيجي ورا الاقتصاد. ورا الاقتصاد بكل مش تأكيد. مش العكس. لا يعني الدوله القويه اقتصاديا هي دوله مؤثره في المجال السياسي وتقدر تفرض شروطها وتضغط. طب متى يستطيع الوطن العربي او الدول العربيه تقول اللي حضرتك لو سمعوا تضغط دي؟ لو سمعوا الكلام ده وحد تضغط فكر دي لا صحيح. يعني ما هم يعني شوف لا انا بتكلم كلام لوجيك معروف. نعم. يعني نعم. يعني انت لما تكلمني تقول لي احنا بنقول 70 سنه من النضال ويجي بعد 70 سنه يعمل كذا. 70 سنه منهم بس 10 سنين قعدوا الفلسطينيين متخانقين مع بعض، الفلسطينيين متناحرين مقطعين بعض. وما نجحش يعمل المصالحه ديت غير مصر، ولفوا على كل اللي عايز يعمل حاجه عملها وما نفعش. طب انت لما تبقى بقى صاحب البيت وصاحب القضيه وانت يعني منقسم على نفسك وما انتش قادر تقدم صورتك، بصرف النظر سيبك من كلام الشعب الفلسطيني اللي بيرزح تحت الاحتلال دي، كل ده معطيات ادت اللي احنا فيه ده. لا خلي بالك الشعب الفلسطيني اللي في المخيمات واللي عمال اللي فيه منه 9 شهداء واكتر من واللي في الشوارع الفلسطينية مصاب واللي نعم. بيجروا في المخيمات نعم. هم دول اصحاب القضيه الاساسيه. انما قياداتهم دول قاعدين في اللي هي اسمها النخبه يعني اللي قاعدين في الخمس نجوم. وعلى فكره انا قلت والله من زمان، قلت يعني انا بس محتاج حد يجاوب على السؤال ده. هم الفلسطينيين او قاده فلسطين بكل فصائلهم عايزين دوله فعلا ولا مش عايزين؟ لما بتسال السؤال ده ممكن ما تلاقوش اجابه. ممكن تقول لا مش عايزين دوله. طب هم عايزين دوله ليه؟ هيعملوا فيها ايه؟ هتحملوا مسؤوليات بقى شعب واقتصاد وجيش وسياسه والكلام ده، واللي معاهم فلوس يروحوا يستثمروا ويعملوا. هم يعني جاهزين لكده؟ بالعكس، ما هم كلهم مستريحين. اللي قاعد في تركيا واللي قاعد في قطر واللي قاعد مش عارف فين واللي بيعلموا اولادهم بره وعندهم فلوس وكل حاجه، والشعب الفلسطيني غلبان هو اللي بيدفع اللي هو جوه بقى. هو مش عايز الدوله. يقول لك الدوله هترتب عليا مسؤوليات انا مش عايز، خليني كده قاعد شايل مظلوميه، ده بيساعدني وده بيساعدني وده بيساعدني وده بيساعدني. رغم ان الشعب الفلسطيني شعب اولا نسبه الاميه فيه تكاد تبقى معدومه، منعدمه. بيتعلموا تحت السلاح. نعم. بيتعلموا تحت الضرب وتحت الجوع وتحت بيتعلموا ويقفوا، وفيهم لمسه حضاره كمان. نعم. يعني قديمة. لمسه تقدم وحضاره قديمه. واخد بالك؟ ومع ذلك للاسف ادي القضيه. فانت تقعد 10 سنين تتخانق وفي لحظه عايز تقول بقى ان الكل لازم يدفع الثمن كمان. احنا كعرب او منظمه مؤتمر اسلامي فيها 57 دوله ما استغلناش حتى الزخم اللي موجود. الاتحاد الاوروبي كله بيرفض القرار وكل دول العالم بترفض القرار فيما عدا دوله او اتنين. طب انت عملت ايه بقى في المقابل؟ يعني عملت شغلك، عملت الواجب اللي عليك. احنا كعرب قررنا ان احنا نفتح قنصلاتنا مثلا في القدس. قررنا ان احنا مثلا نقول ان احنا هنعمل التمثيل اللي بيننا وبينهم. طب ليه احنا ما عملناش كده؟ لا يعني انا احد الاوراق برضو اللي انا زي حضرتك كده يعني سرحت بخيالي وقلت طب ليه احنا ما نروحش انا زيك والله يا طارق بطرح نفس الاسئله. يعني نروح نعترف. الاجوبه مش عندي، انما انا بطرح نفس الاسئله اللي على لسان الناس. طب انت ليه ما بتعملش كده؟ ليه ما بتستغلش الزخم الموجود ده وتعمل كده؟ ليه؟ ايه اللي منع؟ طيب لان احنا مش على كلمه رجل واحد. طبعا بالتاكيد يعني ما احنا شفنا في الجامعه العربيه. وبعدين ده انت كمان لما يبقى عندك من اللي قاعد جنب منك متآمر عليك وبيحاول يهدك، ده تبقى كارثه. هي دي المساله. انما يعني لما ترجع في الاخر تقول ان القياده الفلسطينيه مش عايزه حتى تطلق على نفسها دوله فلسطين. يعني يقول لك السلطه الفلسطينيه، سلطه ايه؟ انت دوله يا سيدي، انت دولة وعضو مراقب في الامم المتحدة. فانت دولة، قول على نفسك الدولة الفلسطينية، قول دولة فلسطين، ما تقولش السلطة. لغاية 48 بريطانيا كانت بتبعت المراسلات وكله باسم دولة فلسطين. يعني انا شايف، يعني اتمنى ان الضغط ده يستمر، انما انه يتراجع. ما هو قال لك السفارة مش هننقلها قبل سنتين.
قبل سنتين يكون يعني قرب. يمكن في ازمه في مواد البناء يعني، ولا هو يقصد يمكن ما اعرفش. ولا هل يعني هو هيقول لك عشان اصل هي ما ده اللي مخلاني قلت هل ممكن فعلا الاداره، طب ان لم تتراجع ما مين اللي مسيطر على؟ اصل هي هتفرق ايه بقى ان السفاره موجوده في القدس الغربيه من انها موجوده في تل ابيب؟ ما هي ارض محتله يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ اتكلموا على قيام دولتين هيبقى بينهم حدود واضحه وفواصل واضحه والى اخره، ده اللي المفروض يشتغلوا. اهم حاجه في المساله ديت زي ما قلنا ان القضيه الفلسطينيه يعني طلعت على السطح تاني، صحيح. يعني طافت جنبها نعم مجموعه من القضايا اخرى المهمه اللي بتعرض امن المنطقه كلها للخطر، انما اهو من ضمن القضايا اللي موجوده يمكن العالم. طب انت مش شايف ان الدول العربيه بدات تلملم جروحها واشلاءها ومواقفها وهنا هاخدك للوضع مثلا في سوريا يعني، وقرار روسيا ان هي ان المعارك انتهت وداعش خلصت خلاص. بس هي ده بالمناسبه داعش راحت فين؟ يعني اللي كانوا بيطلعوهم في اتوبيسات دول في باسلحتهم كانوا بيودوهم على فين؟ وانت مش عارف ان فين بيتم؟ لا يعني ما احنا عايزين حد لا ما هو كانت ممرات امنه بتطلع يعني كانوا هم اطلقوا عليها كده. أيوة. ممرات امنه. لا الدواعش نفسهم راحوا فين؟ يعني ما هم اولا ما ماتوش كلهم، هم بيتم اعدادهم بقى، ارسالهم بقى محدش من دول قال لنا كام واحد تم اسره وايه المعلومات اللي عنده، ما عرفناش حاجه يعني مساله زي افلام الخيال العلمي. لا ما هي كانت يعني انما ايا كان الوضع بيخلص الارهاب من سوريا. وده الميزه المهمه ان سوريا صمدت في مواجهه التقسيم وبقت ما زالت دوله وطنيه قادره على انها تبقى دوله، وده مهم قوي. يهم قوي ان الدوله الشماليه بتاعتنا اللي احنا كنا في يوم من الايام كانت هي القطاع الشمالي بتاعنا تبقى دوله متماسكه. مهم قوي ان العراق تعلن ان برضو داعش يعني تقلصت فيها الى اقل شيء ممكن. مهم قوي ان الدول اللي كان مقصود انها تتقسم وتتفتت لحساب اسرائيل ما زالت دوله وطنيه بعيده عن التقسيم. ده الاهم. وانهكتها الحرب بالظبط، الا ان في الاخر استطاعوا الصمود. بالظبط كده. اقول لك بقى انقلك لحاجه تانية برضو بمناسبه داعش بقى والكلام على فكره ان بوتين اعلن بقى يعني انتصاره على داعش وسحق التنظيم والكلام ده. فطلعت الولايات المتحده قالت لا ده مش احنا اللي هم اللي عملوا ده، احنا اللي انتصرنا. الولايات المتحده اللي عامله الجيش الحر اللي هو بيعارض النظام في سوريا اللي اسماه يعني. انما ايا كان الوضع احنا ما ده كان الواجهه اللي اتحط تحتيها كل الدواعش وما شابه. كان عندنا اجتماع لوزير الدفاع مع وزير دفاع قبرص واليونان. نقله كبيره. هو ده الكلام بقى. هو ايه الحكايه؟ يعني لما اردوغان طلع قال ان الدواعش احنا طلعوا من الرقه راحوا سينا، كان بيقول الكلام ده اعتباطا يعني؟ لا. ولا دولة هو أساسا دولة ضالعة في المسألة دي؟ دولة وكانت عرابة. هي وصلته ديليفري يعني. عرابة دواعش ده وصلته ديليفري، تشتري منها البترول واللي تعالج واللي تنقل الناس بالظبط كده. فلما يتقال الكلام ده يبقى احنا لازم نحط في دماغنا ان البحر المتوسط المنطقة ديت بقت منطقة عمليات. فلازم يبقى في حالة يقظة وانتباه، ويبقى في تنسيق على مستوى عالي جدا بين مصر وقبرص واليونان عسكريا. ولما يتقال الكلام ده بيتعمل لأكتر بقى من حاجة. يعني انت بتضرب 50 عصفور بحجر واحد لما تبقى انت في تنسيق وفي مناورات وفي القوات تقدر تتعامل مع بعضها في أي أزمة. فانت بتحاول تسيطر على البحر عشان دواعش اللي رايحين ليبيا. الحاجة التانية ان انت بتحمي استثماراتك في البحر. ونروح بقى الحقل ظهر اللي بدأ انتاجه. لا انا عايزك تاخدني بعيد كمان لطريق الحرير. طبعا. فانت دلوقتي عندك استثماراتك الاقتصاديه، وعندك الارهاب، مواجهه الارهاب، وعندك الهجره غير الشرعيه اللي بتعمل لك مشاكل جدا مع دول كتيره، مع دول اوروبا. وبعدين بعد كده لازم تامن الممر ده عشان طريق الحرير بتاع الصين اللي هيخش بقى على منطقه اوروبا والكلام ده. فانت بتشتغل كمصر استراتيجيا، يعني بتشتغل على فكره ان انت بتعمل خطوات استراتيجيه لما سيكون، وشايف وقاري الخريطة تماما قدامك. بتأمن ليبيا وبتأمن استثماراتك اللي قالت. بالمناسبة أقول لك على حاجة كويسة قوي، قريت خبر النهاردة عن يعني زي ما احنا بنطبل كده للنظام عندنا في مصر باعتبار ان احنا بنطبل دلوقتي يعني.
فتخيل ان في صحيفه اسرائيليه من اهم الصحف الاسرائيليه الاقتصاديه بتطبل كمان للسيسي وبتطبل لمصر. مم. تصدق كده؟ قالت يعني إيه؟ اليهود هيطبلوا لنا يعني لا. مثلا لما تقول مثلا ان 2019 هتبقى مصر قوه اقتصاديه هائله عشان اكتشافات الغاز اللي هتنقلها نقله مهمه جدا وتبقى من اهم الدول اللي موجوده في المنطقه في الغاز. لما الاسرائيليين يقولوا علينا كده نبقى احنا ايه؟ ما احنا كده. يبقى احنا بنعك بقى ولا لا. يعني احنا بنطبل ولا بنمثل؟ طب خليها تطبل احنا هي بنقر كمان، واقع. الصحيفه الاسرائيليه او الاسرائيليين اللي يطبلوا كمان للحكومه المصريه. لا، هو حتى العالم كله ما بيجي يتكلم عن فرص الاستثمار وعن مستقبل الاستثمار في مصر، المرحلة اللي جاية هتقدر انك انت تجذب بالظبط. العديد من بس هي الاستثمارات. هي المساله في فكره بقى، المساله التراتبيه اللي بتتم على بعضها. يعني انت يبقى عندك غاز فتكتفي بعد سنه اكتفاء من ذاتي، فتوفر مثلا ده بيقولوا رقم كبير قوي. طبعا توفر كام مليار دولار كنت بتشتري بيهم غاز. فالكام مليار دول يروح بقى يدخلوا غاز في البيوت، يقللوا يعملوا مشروعات، يصرفوا على بنية تحتية، يعملوا مساكن للناس، يوفروا لك، يخلوك تنجز 100,000 صوبة عشان تطلع أكل وشرب للناس، يخليك تعمل حاجات كتير. بس هي المسألة بتيجي كده. وبعدين نقول لك إيه، هو الكلام ده كله بيجي منين؟ مش هنبطل بقى استدانة؟ هنبطل، بس لما نطلع الكلام ده اللي بنحافظ عليه، واللي بيخلينا عشان نحافظ عليه نشتري بقى، نعزز قدراتنا العسكرية في الجيش المصري، فيبقى قوة ضاربة في المنطقة، قادرة على أنها تتعامل مع كل جيوش المنطقة بفاعلية وبندية، عندها تسليح راقي وعلى مستوى عالي تقدر تستخدمه، عندها تنويع لمصادر السلاح. يعني حاجات كتير جدا 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 بتتم خلال الفترة ديت، وبتحول انت في لحظة كانت تعتبر سنتين ثلاثة بالنسبة للغاز ده. وبالمناسبة اقول لك على حاجة، حقل غاز ده، حقل زهر ده كان يعني عليه كلام كتير قوي من سنين فاتت. واعتقد واظن سواء الادارة في مصر او الغرب اللي بيعملوا استثمارات ما كانوش عايزين الكلام ده يتعرف في مصر او مصر تستفيد منه. انما ساعة لما جات الادارة 30 يونيو وبدأت تتكلم، الموضوع ده تم المناقصة 2014 2015 اكدت رست على شركة ايني واكدت وجود غاز. من 2015 ل 2017 انت بتعمل انتاج تجريبي دلوقتي، بدأ الشعلتين يشتغلوا، بدأ الغاز يطلع في سنتين. المعدلات العالمية لإنجاز مشروع زي كده ياخد من 6 ل 8 سنوات. فأنت بتتعامل بقى في منطقة يعني العدو الرئيسي بتاعك هو الزمن. احنا ما عندناش رفاهية، مفيش. والى جانب الزمن فانت قاري الصورة كلها حواليك بتتم ازاي. ففجأة وبسرعة كده بعد ما تم الكلام ده يتعمل ترسيم حدود بحرية بينك وبين قبرص وبين اليونان عشان تقدر تحط ايدك على الحقل ده وتطلع منه بشكل ليجل، يعني بشكل قانوني ومعترف بيه كويس. فتطلع الكميات دي كلها، وما على 2019 هتبدأ تصدر غاز وهتبقى مركز اقليمي، خصوصا ان انت عندك محطات لإسالة الغاز مش موجودة عند اي دولة من دول الحوض، من دول الحوض. فانت هتبقى مركز اقليمي. سواء الناس بقى تقول لك يا سيدي انتوا بتقولوا كلام ما بقاش وهم دلوقتي، لانه بقى حقيقة. لما يعترف لك عدوك ويعترف لك الغرب والناس تيجي تحط استثمارات بالمليارات عشان تشتغل الكلام ده، فانت اللي في غيبة. لا، هو في ناس بتحاول تصدر دايما الإحباط واليأس الى المصريين. المصريين بيعانوا، كلنا بنعاني من ارتفاع اسعار، من انخفاض او تدني في الدخول، خلينا نكون صراحة، من ارتفاع كل الخدمات. ده حقيقي بنقر واقع. ولكن في المقابل بنبني بلد، بنخلق استثمارات جديدة، بنطور جيشنا، بنحمي اراضينا، يعني برضو يعني استفدنا احنا في المرحله اللي فاتت دي. صحيح. خلي بالك من الجانب العسكري طبعا انا عاجبني جدا طبعا. وانت عارف ان سينا كانت بعيده عننا لسنوات، يعني لسنوات. بمناسبه سينا احنا بسطنا ايدينا على كامل تراب سينا. لا بمناسبه سينا كمان والتنميه بقى هيبدا خبر جميل. التشغيل التجريبي لنفقين من اللي بتعملوه. شوف بقى معدل الانجاز والسرعه لما تربط بقى. اظن ده كلام برضه ما حدش ينفع يقول عليه فنكوش.
لا ده موجود يعني موجود، والناس هتقدر تعدي النفق وتنزل. الشمالي وده بورسعيد يعتبر عبور جديد ده الإسماعيلية والله، طبعا. وعبور فعلا جديد الى سيناء. يعني نقول مش بشكل رومانسي، نقول دي خطوات التنمية الحقيقية. ما احنا بقالنا 30 سنة ولا 35 سنة كانت سينا معانا، ما كناش بنعمل تنمية ما دي. عملناش، واحنا كنا دولة ساعتها مستقرة وفي اتفاقية سلام وما فيش إرهاب وما فيش مش عارف ايه، ما عملناش ما كناش بنعدلها الا من خلال نفق الشهيد يعني. اصل ما كانش في الاصل، ما كانش مطلوب انك تعمل كده. يعني هي الفكره، التحول اللي حصل في مصر ايه يا طارق؟ ان من بعد 30 يونيو بقى في قرار سيادي مصر، قرار سيادي مصر واراده مصريه. واتقال كده بوضوح اولها ما كان يحدث في الماضي سواء مع امريكا او مع الغرب من سياسات لا تلزمني. انا بتلزمني سياسات الحاله اللي احنا عايشين فيها. طب انت عشان تعمل الكلام ده، انت مش بتعمل الكلام ده من منطقه رفاهيه، لا. ده انت بتعمل الكلام ده من منطقه حصل فيها يعني تراجع في حاجات كتير، من ضمنها وما كانش من اهمها الفساد اللي كان موجود عندك، اللي انت عمال تواجه فيه وتحارب فيه، وما زال لسه كتير. ده عيله كبيره، احنا بنتعامل، ده عيله كبيره، احنا بنتعامل مع قمه الجبل، لسه الباقي كله تحت. ولما بنتكلم عن الكلام ده بنقول ان ما زال في تراجع في حاجات كتير قوي فساد. بس وانت بتعمل الكلام ده انت لسه عندك قدره انك تعمل مشروع وتنجزه، يعني تعمل انفاق وتنجزها، تعمل طاقه ومحطات كهرباء وتنجزها. العالم حس ان المصريين جادين المره دي. بالتاكيد لان هو التجربه اللي حصلت بتاعه قناه السويس هي كانت المؤشر الاهم. انك تخرج من ازمه، لو انت قعدت يا طارق تبص عليها كده، تراجع على اليوتيوب او الصور والكلام ده كله، انت مش ممكن كان يجي لذهنك ان انت هتعدي من المنطقه دي. السيناريو انا شخصيا لما بقعد اتفرج كان عليها مخطط بعنايه وباحكام يعني طبعا وناس كتير ساعدت على انجاحه. صحيح. انا كنت بقول احنا ازاي عدينا من المرحله دي، ازاي وصلنا للحاله ديت. وخلي بالك دي لوحدها تكلفه غاليه جدا، لان الامن ده اغلى سلعه في العالم. نعم. اغلى سلعه تصرف عليها هي الامن. نعم. يعني الاكل والشرب والتسديد ده حاجه، والامن لوحده حاجه تانية. فانت لما تعدي من المنطقه ديت وانت بتعمل الكلام ده وبتبني قدام الناس، انما المشكله في بعض الناس المتخلفين عقليا اللي عندنا هنا، او بعض النخب اللي هي ضايعه، اللي هي اصحاب اجنده، هي مش عايشه حاله من الانكار، لان هم جماعه الانكار الدائم. الدائم بهتوا عليهم يعني خدوا منهم عندهم حاله انكار باستمرار، حتى يبقى شايفك يقول لك لا ده مش انت، ده انت واحد تاني بتقلد، ده انت فوتوشوب، ده انت فوتوشوب، ده انت الشبيه بتاعه. واخد بالك؟ انا بتكلم جد. ده حقيقي. في ناس بقت عندها الحاله دي، بقى عندها الفوبيا ديت، ان كل شيء لا 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 لا. يعني النهارده وانا بتكلم بتابع كده حاجات على الفيسبوك، لقيت واحد بيقول ايه، كويس ده الطيران رجع بس السياحه ما رجعتش. يعني ايه؟ هما كانوا السروس دول بيجوا راكبين جمل؟ يعني يجوا يعملوا سياحه على جمل ولا على توك توك ولا بيجوا بطيران؟ ما معنى ان رحلات الطيران ترجع، يبقى رحلات الطيران ترجع بركاب بكل تاكيد. والركاب كلهم مش هيبقوا دبلوماسيين ولا سياسيين ولا رجال اعمال، هيبقى فيهم سياح. نعم، المواطنين. يعني شوف هو عايز يوصلك ليه. حتى كمان الاتفاق ده يعني ما تعولوش عليه، ما حلناش مشكلتنا. ما حلناش المشكله بتاعتنا. احنا مشكلتنا كانت السياحه. طب هي المشكله كانت عند الروس ولا عندنا؟ لا، المشكله عندنا. احنا عندنا حادثه الطياره، وعندنا وضع لازم يتم مراجعته ونقف جنبه. نعم. فالمشكله كانت عندنا. احنا اللي يمكن احنا اللي حليناها، انما المشكله ما كانتش عنده. هو يجي لك في اي وقت هو عايز يجي لما يبقى عنده درجه من الامان على ناسه. فقصدي اقول لك ان الناس اللي هتقعد باستمرار زي اللي بيتكلموا عن الضبع وزي اللي بيتكلموا عن كل الحاجات اللي بتحصل ديت، بنوع من هم لابسين نظاره سوداء، بس هي في الاصل هم عندهم عمى بصيره كمان. بكل تاكيد. طب انا قبل ما ينتهي وقتنا هاخدك للعبوتين اللي تم تفكيكهم واللي كانوا على مطلع كوبري ارض اللواء. أيوة. المكان اولا جماعات الظلام والارهاب، يعني انا متوقع منهم اي حاجه، فاللي خلاهم يروحوا بيت ربنا فعادي يروحوا الاماكن الشعبيه ويروحوا الاماكن المؤثره، وبيقولوا ان هم كانوا بيستهدفوا ارتكاز امني في هذه. لا شوف، هو بص، يعني انا شايف المساله ديت
بشكل يعني مختلف شويه. يعني خلينا نقول بمعنى؟ مثلا، خلينا نقول ان احنا مثلا بالارقام يعني من 2013 ل 2015 تم زرع 689 عبوه ناسفه في الفتره من 2013 ل 2015، وفي 8750 بلاغ لعبوات هيكليه ما كانتش فيها متفجرات. فدي الحاله. فتصور الحجم ده كله كان عامل ايه في البلد. في 2017 كله ما حصلش غير مرتين، فده معناها ان المساله تراجعت لابعد مدى. وده كان نتيجه يعني العمليات الامنيه اللي لمت عناصر كتير قوي من الخلايا النايمه والناس اللي كانت ليها شغلتها العبوات، الضربات الضربات الامنيه الاستباقيه اللي تمت دي. كان حادث البساتين، العبوتين بتوع البساتين، وحادث بتاع السودان ده. طيب المؤشر الثاني ان انت لما فشلت ان انت تواجه ارتكازات امنيه بقى، والمسائل دي بقى تخاف. بس احنا بننسى، احنا كان كل يوم ولا كل يومين كان عندنا حدوته بتحصل، وربنا مثلا يعني يرحم الجميع من اللي سقطوا شهداء الحوادث دي. انما دلوقتي المساله قلت، ودي معناها ان احنا عاملين تقدم امني في المنطقه دي. نعم. لما يجي بقى دول يحطوا عبوتين، وعلى فكره العبوتين دول كانوا كبار يعني 10 كيلو و10 كيلو وفيهم متفجرات شديده يعني، فينزلوا يحطوا العبوتين بسرعه راكبين عربيه على حسب وصف الكلام ده، على حسب وصف احد الشهود العيان، ويجروا الكلام ده كله. فيلتقط المساله ديت الناس اللي في الشارع، ويبدا هو اللي يتصل. وبعدين لما تاخر عليه الرد او الشرطه تيجي، فليه عربيه شرطه ماشيه فراح موقفها في الشارع وراح مبلغ، وراحوا هم قافلين الطريق من ناحيتين. ده يقول لك بقى فكره المشاركه المجتمعيه في مواجهه الارهاب. يقول لك فكره مدى الوعي اللي وصل ليه المصريين في فكره او المواطن في فكره المواجهه، لان المساله بقت بتمسه هو شخصيا، يعني يبقى ماشي امنه فممكن يحصل اي حاجه. وبعدين هم كمان خدوا المساله، هم بيقولوا ان ده ارتكاز امني احتمال يعدي وبينه وبينه مسافه، انما هو المقصود ان هو تنفجر في مواطنين. عشان يقول لك ايه بقى؟ بكل تاكيد يرجع الصوره الذهنيه مع بدايات يناير والاحتفالات والذكريات المؤلمه ديت. فيقول لك الشرطه مش قادره تسيطر على الموقف، والمساله بقت هو يعني بيحاول يصدر بالظبط، فبينقلك نقله نوعيه، بياخد لقطه، عايز ياخد لقطه بالظبط زي اللي حصل يستخدمها، زي اللي حصل في مسجد الروضه. انت يعني فشلت مع الارتكازات الامنيه اللي في سينا، فروحت بدات للمساجد يعني قمه الخسيه والجبن لا وقمه وانعدام الاخلاق وكل شيء، وقمه الغباء كمان، لان هو يعني خلق قصاده جبهه واسعه قوي ما تقدرش تتنازل عن ان هم ناس يعني غير اسوياء ومكروهين. نعم. وعندهم خسه وعندهم ندانه. فديت مساله هم بيعملوها بنوع من انواع الايه يعني التخبط. وده انتحار يا ليه؟ لان اولا خطوط التمويل قلت، التعليمات الخطوط قطعت، فبقت تحصل عمليات بقى عشوائيه عشان يقولوا اهو بدات تكشف عن عمليات وعن قائمين كل يوم عندك جديد في الجانب الامني يعني. فانا رغم الكلام ده، انما برضو يعني انا بحيي المواطن، وبقول برضو كمان ان فكره الكاميرات اللي ممكن ترصد الكلام ده، يعني احنا ننتبه بقى ان احنا نخلي نطور كمان الامن الامن مش ضابط ولا عسكري ولا حد بتاع الامن مشاركه مجتمعيه، انتباه عام، عقل جمعي في يعني مرتبط بالوعي كله. نحط كاميرا قدام الباب فنشوف، لان الكاميرا ديت بتمنع بلاوي الى جانب انها بترصد. يعني لو واحد عارف ان في كاميرا هنا وبص لها حتى لو كسرها ما شافته خلاص واتسجلت فتعرف، فهو بيخاف. ففكره ان احنا نوصل للكلام زي كل دول العالم، زي دول العالم كلها ما فيش عسكري ولا انت شرفتني ونورتني، ودايما بتسرينا بارائك وبافكارك. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد يوسف العزيزي، اشكرك. شكرا جزيلا. وباذن الله على الرغم من الظروف اللي بتمر بيها مصر وبتمر بيها المنطقه، الا ان المصريين قادرين ان هم يتواصلوا مع التاريخ. الدوله دي دوله عميقه وقديمه وجذورنا بتمتد الى الاف السنين، وزي ما بيقولوا المصريين ياما دقت على الراس طبول، وهو الهدف كان محاوله تكسيرك وعدم نهوضك يمكن من الخمسينات او الستينات كمان. يعني الموضوع مش بادئ من دلوقتي، لما بدأنا نتخلص من المحتل برضو القديم مش قادر برضو يسيبنا مع وجود احتلال اخر. استطاع الصهيونية العالمية ان هي تجند كل الاطراف دولية واقليمية في العمل
على تفتيت المنطقة، ولكن الحمد لله بفضل مصر والمصريين والجيش المصري اللي هو طالع ونابع من المصريين، هذه الدولة بإذن الله ستبقى، وبإذن الله قادرين ان احنا نحقق الامل لشعبنا اللي فعلا دفع فاتورة كبيرة جدا، سواء من النواحي الاقتصادية من خلال الاسعار والظروف المعيشية اللي بيعيشها المواطن، واللي بكل تأكيد اي خير جاي بإذن الله سيعود على المواطن بالنفع. بشكرك وكل سنة شكراً وحضراتكم جزيلاً. بخير.